اخبار الخير. هادشي راه يوقع لولادكم، هاد القوانين اللي تندافعوا عليها راه توقع لولادكم ان شاء الله. راه حنا تندافعوا على ولادكم في الحقيقه. التعليم في المدارس الخاصه غادي يولي مجاني، واش بصح التعليم العمومي غيولي بحال التعليم الخصوصي؟ وكل المدارس غادي تكون متساويه بحال العمومي بحال الخصوصي. وبالنسبه للفطور والغداء؟ الفطور والغداء غادي يولي مجاني في كل المدارس. وبالنسبه للنقل المدرسي؟ والنقل ايضا من الدار للمدرسه فابور ومتاح للجميع. والدروس المنزليه والاضافيه؟ الدروس المنزليه والاضافيه ممنوعه. الدراري كيرجعوا عيانين من المدرسه، واش ضروري ثاني نراجعوا معاهم في البيت؟ والدار بلاصه ديال الراحه ماشي ديال الدراسه والتمارين. الامتحانات كما شتي الدراري كيسمعوا الامتحانات كيولي فيهم واحد الضغط كثير، اشنو غيديروا بالنسبه للامتحانات؟ الامتحانات غتلغى وما غاديش يبقى التلميذ يدوز الامتحانات حتى يوصل للمستوى الثانوي باش ما يعيش الضغط من صغره. تقريبا الدراري كيدوزوا 8 السوايع في المدرسه، بزاف عليهم. شحال من ساعه غيوليو يقراو؟ عدد الساعات الطويله ديال القرايه ما غتبقاش، غتولي غير 4 السوايع باش الطفل ما يملش من الدراسه ويولي يبغي شي حاجه سميتها القسم. واخا المساله ديال التلاميذ دوزناها، قل لي شي حاجه على الاستاذ. ايضا الاستاذ غادي يكون عنده الوقت باش يوجد الماده التعليميه لليوم الموالي. شحال غادي يولي يتخلص الاستاذ؟ واللي يتخلص 4 مليون سنتيم شهريا. هذه مزيانه. وكل ما كان متفوق كل ما زداد ليه في الصالير. ومن اللي غادي يولي يشد هذا المليون حتى 4، وشنو المقابل؟ ولكن بالمقابل باش تكون معلم خاص تكون قاري مزيان وفاهم مزيان ومربي مزيان. وشحال اللي غيوليو تختاروا في الامتحانات؟ تختار واحد من بين 10 المتبارين في الامتحان الخاص بالتعليم. هي الحريه الكامله غتولي عند الاستاذ. المعلم غادي يولي عنده الحريه يدير المناهج الدراسيه اللي بغا ويختار الكتب اللي بغا يدرسهم باش يكون مرتاح في القسم مع التلاميذ. وسمعت ثاني غيولي الاستاذ يدوز وقت طويل مع التلاميذ ولا شنو؟ المعلم غادي يولي يدوز مع نفس التلاميذ 5 سنين باش يحسوا انه بحال الاب ديالهم ويبقى متبعهم في مراحل النمو ديالهم ويعرف جميع التفاصيل عليهم. واش متاكد هذا الشيء غادي يكون في المغرب؟ ولا وفين؟ هذا الشيء مولاي كاين في لندن. صدمة كبيرة يا والقلب يا كان دي جاب حيرة قلبي، كان دي جاب حيرة العمر سكنة حيرة قلبي كوية. وبالنسبه للمغرب؟ المغرب الحكومه مازالت واحده غير في المخططات، كل مره كتجيب لنا مخطط استراتيجي جديد ما كيكمل العام حتى كتبدلوا بواحد اخر. اعطيني شي دليل. وخير دليل على هذا الشيء هو هذا النظام الاساسي الجديد اللي وقف الدراسه ودار ازمه كبيره في التعليم. ممكن تفيدني اكثر؟ بحيث الاستاذ عندنا كيبقى خدام ما به ما عليه حتى كينزلوا عليه بشي قانون ولا شي مخطط ما عمرو شافوا ولا تحاور بصدده. اما التالي المساكن فهذوك هما الحلقه الضعيفه ما كاين اللي مسول عنهم، واخا كيمثلوا حوالي ربع ساكنه المملكه، اي 8.8 مليون تلميذ كيدخلوا للمدرسه وكيبقاو يتلقاو في الحشو والمعلومات الكثيره المفروضه على الاستاذ تقديمها كبيداغوجيه باش في الاخير يدار لهم امتحان واش عاقلين عليه واش فاهمينه. هذا التخبط هذه الارتجاليه في التدبير في هذا القطاع الحساس وصلنا للاسف لمستويات متدنيه في العالم. اخرها تقرير اسباني من 359 صفحه صنف المغرب في المرتبه الاخيره مع العراق من بين الدول العربيه الاكثر تدهورا في التعليم، بالاضافه الى تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي اللي صنف المغرب في المرتبه 101 من بين 140 دوله بمعدل تنقيط 3.6 من اصل 7 النقط. حقيقة هذا الموضوع اليوم اللي نتكلم عليه اخترت اني نتكلم عليه واقف. كلامي لا الحق التعليم يجب ان نقف، ويجب ايضا ان نقف وقفة تأمل حقيقية، لانه اليوم هذا الشيء اللي كنعيشوه مع هذا النظام الاساسي ومع ما يقع بصدده هو عبث ما بعده عبث. وانا كنقولها وكنوجه كلامي للحكومة مباشرة وكنقول لهم ولدي انا ولد التعليم وادرك جيدا مجموعه من المخططات الاستراتيجيه اللي نزلت على راسنا من نهار اللي بدينا في الجامعه الى يومنا هذا، وقس على ذلك ايضا التعليم في المدارس الابتدائيه وفي الثانويه. اليوم هي اللي كيعيش ازمه حقيقيه. راه الدول تتقدم بالتعليم والتعليم ديالنا للاسف الشديد فاشل. لماذا فاشل؟ لان توجد استراتيجيه حقيقيه مستمره في الزمن. كل مسؤول جاء لهذا القطاع يجيب لنا فكره ديالو ولا يجيب لنا استراتيجيه ديالو هو شخصيا، ماشي استراتيجيه كتاخذ بعين الاعتبار مصلحه الوطن ولا تاخذ بعين الاعتبار مجموعه من المصالح الحقيقيه للتلاميذ والاساتذه. اليوم هي الاستاذ
راه هو الحلقه الاضعف، التلميذ هو الحلقه الاضعف. نحن هذوك السياسيين اليوماتيه نقولها وكنأكد عليها، اللي كيشدوا بزاف ديال الفلوس واللي عندهم ميزانيات واللي عندهم بزاف ديال الحوايج، راه بالاحرى ان يكون المعلم فوقنا جميعا، لانه تاج فوق رؤوسنا ويجب ان نعطيه العنايه اللازمه. اما هذا الشيء اللي دايره الحكومه اليوماتيه وهذا النظام الاساسي اللي ما كتحاور به وهذه النقابات اللي ماتت وهذا الاعلام جزء منه ايضا كيطبل وجزء منه ساكت. اليوماتيه راه كنقولها والله العظيم اشتم رائحه، انتم تعرفون ما اقصد بالرائحه، ولكن اشتم الرائحه داخل النقابات، اشتم الرائحه داخل مجموعه جزء من الاعلام، اشتم الرائحه داخل جزء من السياسيين، اشتم الرائحه. اليوم عندنا الوضع ميت، الناس ماتت. المسؤولين اليوماتيه الحقيقيين هم اللي ياخذوا بعين الاعتبار مصلحه الوطن. انا كنقولها وكنأكدها وكندق ناقوس الخطر، التعليم خط احمر. التعليم الذي لا يركز على الهويه، لا يركز على الاستاذ كحجر الزاويه، لا يركز على التلميذ. ما هو التعليم؟ الدول تتقدم الى المستقبل بتعليم، تتخلف بالتعليم، ونحن الحمد لله رانا متخلفين. ونحن السياسيين، مجموع السياسيين كاملين اللي في المغرب للاسف الشديد راهم يستثمروا في الجهل، والمدرسه العموميه يقتلوها وبغاو يعطوا الخصوصي. كل شيء ماشي للخصوصي اليوماتيه، كل شيء مشى للخصوصي، في الصحه، في التعليم، كل شيء خاص. اليوم هي اللي متضرر هم اولاد الاسر الفقيره، اما الناس اللي لاباس عليهم راه كتقري اولادها في الخاص، وعيب وعار نعودوا حنا نقروا اولادنا في المدارس الخصوصيه ونتفرج تلاميذ لهم شهر ولا شهرين. اولاد الشعب ما كيقراو. هذا يسائلنا جميعا، يسائل الحكومه، يسائل النقابات، يسائل المجتمع المدني، يسائل البرلمان، يسائل المغاربه جميعا. هذا عيب وعار علينا اليوماتيه نبقاو نتفرجوا في اولادنا وفي بناتنا في الشارع ما كيقرا فقط لان واحد فاق من النعاس وجاب نظام اساسي لا يمت لواقع التعليم بصله. تحياتي لكم، السلام عليكم. لدرجه انني نضرب استاذ بالدبا، ماشي لدرجه انني نتآمر على استاذ بالدبا بحجه انه تعطاني الارض تيتعطى في حوايج اخرى، ماشي ضرب على رجل التعليم. رجل التعليم لا يخل بالنظام، لا يخل بالنظام. رجل التعليم منظم، وهو اللي خرجكم نتوما، هو اللي وصلكم نتوما، وفي الاخر هذا الجزاء ديالو، هذا الجزاء ديال رجل التعليم. بعد 32 سنه ديال الجبال والفيافي والصحاري، وغادي يجي واحد يضربك في الاخر باش هو يحافظ على الكسوه وانا نطيح نمشي نموت، باش هو يقدر يتخلص. ولكن هادشي راه يوقع لولادكم. هاد القوانين اللي تندافعوا عليها راه توقع لولادكم ان شاء الله. راه حنا تندافعوا على ولادكم في الحقيقه. حنا مشينا عمرنا ما نعرف نهار يومين عام عامين ما غاديش نكملوها. شوفوا نتوما ولادكم اللي غادي يوصلوا لهاد المرحله وغادي تعقدوا واش غتضربوهم ولا كنتو باقيين، ولا غيجيب الله لا يضربهم.